اهلا بكم في برنامج البرنامج. عندنا مناسبة جميلة. امبارح كان في عيد للصحفيين. قلعة وبيت الحريات، نقابة الصحفيين. نقابة الصحفيين. احنا محتارين ناخد ده ولا ناخد ده. كده كده اللي في نصيبنا هناخده. بات الأمس أسفرت عن فوز الكاتب الصحفي الأستاذ خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين. خالد البلشي الصحفي المعارض. 2211 صوت للكاتب الصحفي خالد الميري. اتاريها مش مكفيانا يا جماعة. واحد من المعارضة اللي هو خالد البلشي نجح في إقصاء مرشح الحكومة. بالمناسبة يعني خالد ميري وخالد البلشي الاثنين دفعة واحدة في كلية الإعلام. بالمناسبة خالد البلشي معارض للرئيس، تاني بقول معارض للرئيس. بتوع الجرافيكس يا جماعة بيتعبوا قوي 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 قوي. الحقيقة احنا ما عندناش مصر بنحبك يا سيسي. 214 خالد البلشي الراجل اللي عنده منظمه مجتمع مدني، الراجل اللي تسبب في اسوأ تقرير صحفي يصدر من لجنه الحريات في نقابه الصحفيين، 100 صفحه كلها كذب وادعاء على مصر. خالد البلشي اللي صوته بيعلو الان في الوسط وعامل فيها مناضل ومجاهد، بقول له عيب، وانا عارف انك ما تعرفش العيب. سبب في ان مصر تبقى اسوأ تاني دوله في العالم في حريه الصحافه. ازاي؟ انا قلت على خالد البلشي انه خالد البلشي ده برضه ولا حاجه، وما حلتوش ولا حاجه، ولا مهنيا ولا مهريا ولا لغويا ولا ماديا. والمن يعيش مصر وعطيك شربة ماء. كفى يا خليفة. بس عمرو اديب زنقه. أنا أضع قضية طيران وصنافير اللي هي جزء اللي هي دفاع عن الأرض المصرية في سياق عام من التفريط في كرامة هذا الوطن. النظام اللي استباح الدم قبل كده، النظام اللي اعتدى على الحريات العامة، منطقي جدا إن هو يفرط في الأرض ويفرط فيما هو أكثر من الأرض. استباح دم المصريين ومن عذبهم في السجون ومن ألقى القبض على الشباب، منطقي أن يبيع الأرض، ولذلك هو نظام سقطت شرعيته. بس فعلا يا جماعه ده سؤال اجابته صعبه. يا دي الحيره يا ولاد. واحنا النهارده بقى هنحاول نجاوب على السؤال ده هو في الفقره الثابته كل يوم، الطليق. احنا بنعلن من هنا وقفنا للاعتداءات، رفضنا تام الاعتداءات على الصحفيين، وبندعى كل الصحفيين لموجب غضب ضد الاعتداء عليهم. طيب يبقى اول محاوله ايرانيه لاختراق الاعلام المصري كانت عن طريق خالد البلشي، والحكايه كانت ثمنها مليون جنيه في جيبه، خلاه ياخد شقه في شارع القصر العيني، شقه ملك. ما تفهموا يا بهاي. يسقطوا مبارك ومرسي، هيسقطوا السيسي لو استمر بنفس السياسات دي اللي هو اختارها واختار القبضه الامنيه في مواجهه الصحفيين. هو موجود بس راح يجيب حاجه وجاي. بصرف النظر عن تفاصيل المشهد، بقول هل يعيب الدولة المصرية أن ينجح نقيبا لصحفييها معارضة؟ مش مؤيد للرئيس عبد السيسي، ومش مع الدولة، مش مع نظام أقصد. خالد معارض. فتخيلوا الصحفيين امبارح انتخبوا هذا الرجل. يا جماعه ده ايه الامعاره دي؟ عايزين ايه الكلام ده؟ احنا هنتشرط من اولها ولا ايه؟ مرة من المرات كتب السيسي رئيسا لتحرير عموم مصر، اللي هي فكرة كيفية أن أتحكم في المشهد الإعلامي. أنا عايز أقول لك إن القانون لا يسمح إن وسائل الإعلام تتناول أي خبر للقوات المسلحة عمر، حتى لو كان اسمي في نعي، وإنه يطلع بدون تصديق المخابرات الحربية. هو انتوا هتشتغلوا الشعب يا ولاد؟ حي على الفلاح اهو، انا اهو. بضبط واحضار خالد البلشي بعد بلاغ من الداخليه يتهم بالتحريض على التظاهر واهانه الشرطه والدعوه لقلب النظام الحكمي. لا شك ان حبس شقيق حضرتك احتياطيا دام لشهور. يعني أنا إيه السبب؟ هل إن لأن أنا بشتغل صحافة أنا هظل أشتغل صحافة؟ هل لأن أنا بمارس عمل نقابي فسأظل أمارس عمل نقابي وأخوض انتخابات نقابية؟ هو موجود، كمل على بال ما يرجع. مش يقول لي على الموضوعيه بقى والحياديه بقى، ما حدش يقول لي مهنيه وتصدعونا بالمهنيه الذبيحه على اعتاب المصالح الخاصه. ما حدش يكلمني. يا جماعه خلاص وضحت يعني اهي. ايه يعني؟ خايفين تقولوا اسمه؟ ما تقولوا اسمه. شطارين على خالد البلشي. يعني ايه الشطاره على خالد البلشي؟ ما اعرفش ايه العبث ده. ما حدش. هما اتنين. احنا امام استبداد امني واضح، امام
سوء استغلال سلطه واضح امام تهم بتوجه بناء على وشايات. ده خطر جدا. ده احنا هنستوي. طب مين اللي ممكن يتوافر فيه كل المواصفات ديت؟ عايزين حد كده يطل علينا. امام نظام لا يطيق الحريه. انا الحقيقه عندما جئت لافتش عن عنوانا من خلال رؤيتي الشخصيه هذا المؤتمر، فوجدت ان العنوان المعبر عن كل ما يجري هو ما تسمعوش كلام حد غيري. وانا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني في مصر، لو سمحتم ما تسمعوش كلام حد غيري. طب يلا بقى من هنا. حصل ده حاجة كبيرة جدا، حاجة مهمة جدا، إن صحفي من أبناء ثورة يناير، صحفي محترم ليس على موجة الأجهزة أو النظام، بيتم انتخابه ويسقط الصحفي المرشح من الأجهزة ومن النظام اللي معاه الشكر لمنافسي الأستاذ خالد ميري.